اخوان المغاربه السلام عليكم. اخواني في هذا الفيديو اللي غادي يكون اليوم عباره عن رد موجه لحميد المهداوي الشبه الصحفي والذي هو مثابه عار على الصحافه في المغرب. فالاخوان قبل ما غادي ندخل في بالموضوع يعني كنقول لكم من هذا المنبر بان هذا السيد هذا يعني تكلاسا اوفيسيالمون حميد المهداوي اكبر خطر كيهدد الامن والاستقرار ديال المملكه المغربيه. حميد المهداوي هو عباره عن عدو للمغاربه. فالاخوان هاد الهضره اللي غنقول في هذا الفيديو ماشي من نشر الخيال ولا راني مدفوع من جهات اخرى كما كيقول هو ولا لا. هادشي اللي كنعاود لكم اللي غنقول لكم في الفيديو هو عباره عن واقع عشناه، واقع ملموس تزامن مع الحركات، حراك الريف وبالاخص حراك الحسيمه اللي عرى عن العوره ديال حميد المهداوي واللي بين لنا على الوجه الحقيقي ديالو كيفاش هذا الشخص هذا بافكاره الجهنميه وبعلاقاته الخبيثه مع بعض الجهات الاخرى يعني حاول يمزج بالمشاكل اللي كاينه في الريف ويلوح اللوم على المؤسسه في المغرب، وذلك للنيل من الملكيه، لغرض النيل من الملكيه. الاخوان والله العظيم لولا لطف الله سبحانه وتعالى واليقظه ديال المغاربه وتصدي المغاربه الاحرار لهذا الشخص هذا، والله المغرب كان غادي يدخل في واحد الدوامه ديال صراعات طائفيه اللي ما كانش المغرب غادي يخرج منها. فالاخوان في بعض الدول العربيه راه الحرب راه بين جوج طوائف، راه غير في مصر الاخوان المسلمين واللي ماشي مسلمين، في سوريا غير بين السنه والشيعه، فما بالك في المغرب؟ ها صحراوه، ها ريافه، ها الداخل، ها الخارج، ها يعني هاد القبليه هادو اللي كتغدي يعني بعد هاد الكلاب هادو. فانا ما عمرني عرفت وما عمرني سمعت يعني كلمه عياش حتى ناض يعني هاد المهداوي وركب على الحراك ديال الريف عاد ولينا كنسمعوا عياشه. وملي كتجي تشوف لو تيرم ديال عياش لا سينيفيكاسيون ديالها كتلقى بان واحد الانسان كيقول عاش الملك. واش ماشي من حقنا نقولوا عاش الملك؟ هو اللي صار على الاستقرار والامن ديال المملكه المغربيه. دونك قلتي عاش الملك راك عياش، يعني راك ماشي ملكي، يعني راك ضد الملكيه، يعني اش كدير في المغرب؟ اوكي جمهوري. هذول الاخوان حميد المهداوي ناض اليوم دار واحد لا فيديو ضد هذا الشخص هذا اللي كتشوفوا فيه في لا فوتو. هذا الشخص هذا هو صاحب قناه ولاد الشعب 360 درجه، اللي من هذا المنبر هذا كنحييه وكنقول ليه بانه والله العظيم ولو شدوا هاد الشرديمه كامله ديال الخونه ويعجنوهم والله العظيم ما يوصلوا القطعه ديال الفرد ديال السيد هذا. مغربي نزيه، مغربي حر، مغربي قح، والله العظيم يعني قليل المغاربه مثل السيد هذا غيور على الوطن ديالو، كيقول كلمه حق. السيد كيدافع على بلادو ولا داعشي ولا اكستريميست. وانت الكلباوي اللي الفيديوهات ديالك كاملين من نهار بديت المسيره ديال الدل ديال الصحافه وكنشوفوا ان لي فيديوهات ديالك كاملين والتوجهات ديالك كاملين سون بازي سور لانسيتاسيون على هين. لانسيتاسيون على هين يعني كامل الفيديوهات ديالك فيهم غير الحقد ضد المؤسسه الملكيه. صافي هادشي اللي كاين في الفيديوهات ديالك. راه في القانون الدولي راهم جرموا لانسيتاسيون على هين، راه جرم، راه سي كريمينال. هذول الاخوان خليكم مع هذا الفيديو والمشكل اللي طرا اليوم بان ناد حميد المهداوي ناض داير فيديو كيقول لهم بان كاينه جهات عليا دافعه هذا السيد هذا باش يقطع لي الراس ديالي. شوفوا يعني اكيل بوين يعني السيد ولا يهلوس. خليكم على فيديو الاخوان. يعني هو الجهه العليا، الناس اللي كنعرفوا جهات عليا هما هاد المستويات اللي هضرت لكم. هادو يريدون راسي، هادو يريدون قطع الراس ديالي. وقال لك كيلوهوا به دفاعا على المؤسسات ديال الوطن وعلى الوطن وعلى البلاد. قبل ما نكمل فهادشي رجعوا لي دابا حنا هذا كيدافع على مؤسسات الوطن مواجهتنا حنا ما كندافعوا. انت السي المهداوي ما كتدافعش عن مؤسسه الوطن، انت اولا ضد المؤسسات الوطنيه، ضد يعني الجهازات كاملين. فين عمرنا من نهار بديتي كتنتهي مهنه الصحافه فين عمر حميد المهداوي يعني هضر على شي انجاز دارو محمد السادس ولا شي بروغريسيون ايكونوميك ولا شي حاجه؟ ما كاينش نهائيا، ما كاينش. كتهضر غير على الدعاره وعلى الفقر. الاخوان من هذا المنبر هذا ما بغيتش ندخل انا ثاني في مواضيع اخرى اللي غادي نديفيو الحديث ديالنا.
فمن هذا المنبر اعلن يعني كنعلن التضامن ديالي مع هذا الشخص هذا صاحب قناه 360 درجه، واللي من هذا المنبر انا كنحييه وكنقول ليه كمل المسيره ديالك، رحنا وراك اخي. والسلام عليكم.